تظن أن تطبيق الإسلام هو أن المرأة تلبس لباس لا أشاطركم الرأي أبدا، هو النقاب، ولا ترجعن إلى العصور الجاهلية. عندك مشكلة في الحجاب ثاني؟ باش تجي إنسانة جهلة تطيح بالحجاب وهي قلبها معفن يهربوا منه الكلاب. قل للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. تفصل الحديث في عناصر الإيمان كما تحيط علمنا بسادس الأركان، شهادة صلاة وصيام وزكاة وحج نحو الكعبة والانتقال. يشوفك أنت لو نسيتيني هو ندير لا 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 بلال لا ما نقدرش عندنا بلال واحد خويا، كان بلال هذاك تاع زمان واسمه بلال كحلوش هذاك واسمه بلال. وكاين بلال تاع دركا الكبون، عندنا البلال الشباب الكبون تاعنا اللي شرفتنا وشرفت علم كفار قريش بإسلام بلال فقالوا ما بقي إلا هذا العبد الحبشي يسفه آلهتنا ويترك ديننا، فبدأوا يسومونه أنواع العذاب، بدأوا يجردونه من ملابسه، يسحبونه في رمضاء مكة، يجعلون الصخر على صدره، يضربونه ويجلدونه، ويقولون له أترجع عن دينك، أترجع عن دينك، وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. فارس والدلال أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف، كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهل سيسقط في الزلة، عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة، إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. عبد حبشي كان في حكم الرقيق فاعتقاه ابن أبي قحافة الصديق، آمن بالله ورسوله الكريم وأعلن إسلامه رغم أنف اللئيم، واحتمل العذاب في حرارة الظهيرة، الصخر فوق صدره والرمل كالحصيرة، والصوت يلهب الظهر والصدر والضلوع، والشتم والإضلال والعطش والجوع، يهددونه بالقتل والذبح الشنيع، ويعيدونه بالمال والعز الرفيع، فقد أشتم محمدا ولن ترى العذاب، لكنه ملانا للعدا ولا استجاب، فقد أسجد للات أو لعزى أو هبل، لكنه ما خاف لا استكان لا قبل، وظل صامدا وشامخا وما ارتعد، شعاره الوحيد كان أحد أحد. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف، كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهل سيسقط في الزلة، عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة، إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. عبد حبشي كم جاهد الكفار وقاتل رأس الشرك في أول انتصار، وانتقم لدينه من أشقياء الكفر، بدمهم يروي الرمال في غزوة بدر، وصاحب الرسول في السراء والضراء، في حربه وسلمه وفي كل ابتلاء، وقال حين أدرك بأن سيلقى ربه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، هل تسمعون صوتا عليه بأرض الجنة، اشتاقت لبلال الحبشي ماذا عنا، هناك صوت واحد لا ينتهي في الأرض على مدار الساعة وحتى يوم العرض، وهذا الصوت أول من أذن به بلال حين اختاره رسول ربه، يكفيه فخرا أننا جميعنا نقول بلال بن الرباح مؤذن الرسول. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف، كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهل سيسقط في الزلة، عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة، إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. عذرا مؤذن الرسول سيدي بلال، فبعضنا في رأسه يعشش الدبال، جاهلة قد خلقت ببشرة بيضاء لكن بقلب أسود من شدة الغباء، إن قيدوا يديك بسلاسل الحديد فعقلها مقيد بالجهل والتقليد، إن عذبوا جسدك بالصوت في العراء عذابها في رأسها لأنها حمقاء، بصوتك تنادي حي على الصلاة، بصوتها تنهق دوما بالتشكرات، جاهدت الكفر صابرا بالصوت والسلاح، وجاهدت بجسمها في عصر الانفتاح، عجوز حيزبون خرقاء مخرفة، بها أرض بلادي ليست متشرفة، فلا حياء لا احتشام لا حتى خجل، لها ما تستحقه منه عز وجل. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا
في الفسق لا تدنسوا الشريف. كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهل سيسقط في الزلة. عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة. إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. الفل أبيض جميل من بديع الزهر، وليس أحمق جهولا ناشرا للعهر. الفل زهرة رقيقة لها شذاها، وليس عشبة عفنة لها أذاها. الفل نبتة خجولة لها حياء، وليس جسم لحم نفخوه بالغباء. الفل بأخلاقه ولو نما في الغابة، وليس جدة ولا تزال تتصابه. لن تفهمي كلامي هذا طيلة العمر، فأنت لم تفرقي بين حروف الجر. فكيف تسخرين من صحابة النبي وأنت ما ارتقيت لمرتبة الغبي؟ استغفري وتوبي إذا كنت استفقت قبل وفاة القوت، قبل فوات الوقت. وأغلقي شفاهك بالدرج بلعي فمك، ركي بدلت بينا وسكت غمت غمك. أغلقوا أفواهكم عن ديننا الحنيف، تقوقعوا في الفسق لا تدنسوا الشريف. كلامكم سخيف يزيد الطين بلح، من خاض فيما يجهل سيسقط في الزلة. عقولكم منحلة خوية عقيمة، نفوسكم مريضة عليلة سقيمة. إذا استمر قدحكم في ديننا العظيم فانتظروا غضبنا سيفتح الجحيم. فحينما اعتقى سألوا الصحابة يا بلال كنت أعذب، كنت أجلد، كنت أضرب، كنت أسحب على رمضاء مكة، ما الذي صبرك؟ ما الذي جعلك تصبر على هذا العذاب؟